الأول قدرة على إننا نفهم إن إحنا فعلًا كنا مع ناس مؤذية، ومع ناس سامة، وبتستنزف طاقتنا، بتهدر صحتنا على الفاضي وإحنا مش فاهمين. يعني تلاقي مثلًا واحدة خارجة من العلاقة دي عمّالة تلِف على كل الدكاترة بس هي مش فاهمة هي إيه اللي حصل لها، ولمّا تبدئي تيجي تتكلمي معاها تعرفي إن هي خارجة من علاقة دمّرتها. ما يسيبوش الناس تخرج من تحت إيديهم إلا والبطارية فاضية. إلا والشحن بتاع الموبايل صفر، وإيه، وما عندهمش كمان قابلية إن هم يبدأوا يعملوا ريشارج مرة تانية. أنا الأول خلاص أدركت ده، أبدأ بقى إن أنا أسأل نفسي مجموعة من الأسئلة. يا ترى وأنا جوه العلاقة دي كنت عامل إزاي؟ ومحتاج منها إيه؟ ولما خرجت منها أنا كسبان ولا خسران؟ يبقى أنا هحسب المكاسب والخسائر، وهتعامل بعد منها إزاي؟ وإيه الخطوات اللي هاخدها بعد كده؟ ولما يبقى عندي خطوات، إذا أنا هيبقى عندي قدرة على إن أنا أشتغل على نفسي. اشتغلت على نفسي، عرفت قيمة نفسي كويس، أبدأ إن أنا أرجّع مرّة تانية شبكة الدعم بتاعة العلاقات اللي هو قطعها عني. يعني هو كان نجح بكل المقاييس إن هو يقطعني عن أهلي. يعني أنا أعرف ناس قعّدها عُمر كامل، عُمر ما ينفعش ترن على حد، ما ينفعش حد يزورها، ما ينفعش حد يكلمها، وإن حد رن عليها لازم يفتح السبيكر عشان يسمع هما بيقولوا إيه. أبدأ أكتب، الكتابة ليها دور مهم جدًا. أبدأ أفرّغ مشاعري دي، أطلّع الطاقة بأي وسيلة بقى، اخرجي، العبي رياضة. المهم إن أنا لازم بعد أمّا أواجه وأصارح نفسي بحقيقة مشاعري، يبقى عندي متنفّس إن أنا في بديل لده، في حاجة تانية غير الشخص ده أنا أقدر أفرّغ طاقتي فيها، ما يبقاش هو مجرّد شخص مستحوذ على حياتي كلّها ومن غيره أنا هاتوه. لأ، ده هو ده اللي بيحاول يوصّله، إن أنتِ من غيره ولا حاجة، لكن لأ، أنتِ من غيره حاجة وأحسن من اللي هتبقي معاه كمان. يعني أنتِ في كل الأحوال أنتِ نَفْسِك، أنتِ اللي بتبقي بشكلِك، بوضعيتِك، بكل حاجة بتفرضي نَفْسِك في أي مكان بتكوني فيه، سواء معاه أو مش معاه. أتقبّل إن الألم وارد، يعني وارد جدًا إن أنا أترفض، ده في حالة إذا كنت أنا عندي option إن أنا أمشي. فأنا هامشي، هاشتغل على نفسي، هاحوّط نفسي بشبكات الدعم، لو ما عرفتش أخرج بده هاروح لثيرابي، أيًا كان أنا هاعمل إيه. في حالة بقى إذا كنت أنا آآ أم مثلًا وعندي عيال ومش هاقدر أعمل أي حاجة غير إن أنا أكمّل مع الراجل ده، أو إن أنا أكمّل مع الشخص ده، أعمل إيه؟ لازم نحمي نفسنا، يعني يبقى عندنا أسباب كافية لإن إحنا نكمّل في العلاقة دي. تعالي كده نعدد الأسباب، قولي لي يا ستي أنتِ ليه مكمّلة مع الشخص ده؟ تقولي لي والله أنا مكمّلة عشان خاطر مثلًا ما باشتغلش، ما عنديش حد. لأ، بس أنتِ ممكن يبقى عندِك option إن أنتِ تشتغلي online من البيت مثلًا. أنتِ مثلًا خريجة كذا، فممكن يبقى عندِك إمكانية إن أنتِ تروحي تشتغلي في الحتة الفلانية. فأنا دلوقتي مش هاخلّيها دايمًا تحس إحساس الضحية، لأ، أنا هاحاول إن أنا أفتّح لها أبواب وطرق تانية تقدر تستغل بيها الإمكانات الشخصية اللي عندها، تحُط بالفعل لنفسها حدود ومساحة نفسية ليها. يعني في حتّة مثلًا إن هو هيلعب بعقلها، لأ معلش أنا واثقة جدًا من كل كلمة أنا باقولها لك، والله لو أنت مش شايف ده فبراحتك، أنت حُر، الحاجة أنا شايفاها بعيني، عايز تقلب الترابيزة اقلبها. في حالة الصمت العقابي أنا محتاجة أعرف دلوقتي أنت زعلان منّي ليه؟ يبقى أنا هنا كل أمّا كنت واضح بشكل أكبر، كل أمّا كان عندي إمكانية إن أنا أصلّح العلاقة أكتر. يبقى في إمكانية للكلام، يعني الشخص اللي قدّامي أصلًا مدّيني option إن هو بيتكلّم وإن هو شخص سَلِس. ممكن يبقى عامل الحاجة دي وهو مش واخد باله أصلًا إن هو بيرهقني أو بيتعبني، ففي مجال للأخْد والعطا وللكلام نتكلّم. ما فيش مجال لده، لأ خلاص بقى، أنا هاعمل لنفسي سياج كده وسور يفصل ما بيننا. إحنا اللي بيننا إحنا الاتنين مثلًا أولاد، إحنا اللي يربط ما بيننا كذا، فأنت عشان تبقى مرتاح هتعمل كذا وأنا هاعمل كذا. هو لازم يبقى عارف ده، لإن هو هيفضل وراكِ لحد ما يحاول يخلّص على الطاقة بتاعة الشخص أول بأول. يبقى أنا
هاحمي حدودي النفسية كويس، هاعرّفه الحدود دي، هاحاول بقدر الإمكان أحس بالاستقلالية بعيد عنه. يعني مثلًا في حالة إن هو مش يعني مُعتمد اعتماد كلّي عليَّ، وده دايمًا بنشوفه في معظم العلاقات، اللي هو يقول لِك كفاية عليَّ إن أنا باروح الشغل، فهي بقى تشيل الليلة بقى بالعيال بكلّه، فبيرخي إيده من تحمُّله للمسؤولية وبيشيل عليها وبيحمّل عليها، فلمّا هي تيجي تقول مش قادرة بقى خلاص الشيلة تقيلة بقى ومش قادرة أكمّل، إيه اللي بيحصل؟ بتبقى ملامة وبتحس بالذنب وبتحس بتأنيب الضمير، وتيجي تقول لِك أنا أم مقصّرة، يا حبيبتي أنتِ أم مقصّرة إيه؟ ده أنتِ ناقص يعني يطلع لِك جناحات وتطيري. فهي الفكرة كلّها في أنا هاتعامل إزاي، أنا محتاجة إيه، وأنا مكمّلة ليه، ولمّا نيجي نسأل نفسنا الأسئلة دي، ساعتها نقدر نعرف هنكمّل والّا مش هنكمّل، ولمّا نكمّل هنكمّل ليه وعشان إيه، هنستفاد إيه. يبقى تاني هالِم بقى الدنيا دي كلّها في إن إحنا عندنا حاجة اسمها سيكولوجية الألم، وبما إن أنا عايش فأنا هاتألم، بس أنا اللي باختار نمط الألم ده من البداية. إذا كان الألم ده هيقلل مني ومن كرامتي وهيخلي اللي قدامي يجي عليا بلاها، إذا كان الألم ده هيعمل مني نسخة جديدة وهيخليني أقوى فأنا هكمل عشان أبقى أقوى. العلاقات موجودة عشان تكمّلنا، عشان تريّحنا، عشان يبقى فيها شراكة متبادلة ما بيننا إحنا الاتنين، فلمّا طرف ييجي على طرف والعلاقة ميزانها يختل، ساعتها أنا باقول stop، أنا مش مكمّلة، حتى لو أنا هاعيش في الدنيا دي لوحدي، حتى لو أنا خايف طول الوقت من إن أنا أحس بشعور الوحشة وإن أنا محتاج حد يونسني، بس الحد ده لو هيأذيني فأنا مش عايزاه. يبقى أنا في النهاية أنا اللي هاكوّن الوضع اللي أنا هاكون عليه.